مبروك لمنتخب مصر، أداء هجومي ممتاز بس على النقيض عندنا كوارث دفاعية. هصدمك بمفاجأتين، مفاجأة كبيرة في سوق انتقالات النادي الأهلي ومفاجأة تانية في سوق انتقالات نادي الزمالك. محمد صلاح مستمر في أرقامه القياسية زي ما هو بيعملها مع ليفربول، مستمر في أرقامه القياسية مع منتخب مصر. اهلا بيكم في استوديو الكوره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قبل ما نبتدي ما تنساش تصلي على خير الانام سيدنا محمد عليه الصلاه وافضل السلام، تعمل لايك للفيديو وتعمل شير، ولو انت مش مشترك في القناه تشترك عشان يوصلك كل جديد من استوديو الكوره. مبدئيا مبروك الفوز لمنتخب مصر. اول حاجه لازم نتكلم عن كل الاجزاء الايجابيه. 4-0 على ملعب خارج ملعبك، على ملعب المنافس، ملعب بوتسوانا اللي هو مش فريق قوي للامانه، برضو فريق جاي اساسا في ظروف صعبه، طيارته اتاخرت، واصل النهارده الصبح قبل الماتش بساعات قليله، حوالي 8 ساعات او 7 ساعات، ما لحقش يشم نفسه، مغلوب من موريتانيا بره ورجع جه هنا. مصر قامت معاه بالواجب، هدفين في الشوط الاول للنجم تريزيجيه، بعد كده صلاح ومصطفى فتحي 4 أهداف. هجومك 10/10 مع كابتن حسام حسن، وفكرك الهجومي كويس وتطبيقك حلو جدا. افكار ان انت بتهاجم بتقل وضع منتخب او شكل المنتخب يبقى شكل هجومي بالطريقه ديت، دي اكبر نتيجه حصلت من ساعه ماتش ملاوي مع فيتوريا، وبالتالي رقم مهم جدا لحسام حسن. ماتشين فوزين بنتائج كبيره من غير دخول اهداف، حاجه ممتازه. بس في وسط الكلام دوت هنيجي نقول ازاي في مشاكل دفاعيه ومفيش اهداف بتدخل فينا؟ انت بتتكلم ازاي؟ ببساطه كلنا شفنا الشوط الثاني لما حصل تراخي من المنتخب، خلاص كسبنا والثالث جه، ابتدى منتخب بوتسوانا اللي هو ما عندوش لعيبه تذكر تقريبا، عنده اداء يعني عشوائي تماما في الملعب في تمركزه، منتخب ضعيف، منتخب هزيل من اول حارس المرمى يعني، الا اللعيب رقم 7 اللي عمل اكتر من هجمه علينا، لعيب بوتنشال شويه، انما المنتخب كله بالاكمل ضعيف جدا. اما منتخب ضعيف بالطريقه ديت يعمل عليك هجمات ويروح الانفرادات وتسديدات، والشناوي يشيل اكتر من كوره ويضغط عليك في الثلث الدفاعي بتاعك بالشكل ده. طب تفتكروا منتخب مصر لو حط في ماتش مع كبار القاره زي ما بنقول، لعب نيجيريا، لعب المغرب، لعب الجزائر، لعب تونس، لعب الكاميرون، لاعب الكوتيفوار، لاعب السنغال، منتخب مصر هيبقى وضعه ايه دفاعيا؟ احنا ماشيين بمدرسه هنجيب جوان كتير، بس هتستقبل جوان قد ايه؟ هل هتعتمد على تألق الشناوي لوحده ان هو يشيل الكور؟ طب نص الملعب انت ما عندكش دبس وعمق في نص الملعب، وبرده لما زودت نص الملعب بقى عندك النني، وبقى عندك مروان عطيه، وبقى عندك كمان حمدي فتحي، 3 ديفندرات بيقدروا يقوموا بمراكز 6 و8 اقوياء جدا دفاعيا. مع الدفاع اللي موجود برده ما زالت الثغرات موجوده، اللعيبه بتيجي في الثغره اللي قدام الاثنين مساكين بتوعك، والثغره ما بين الباك والمساك، وبيحصل عليك هجمات من الكور ديت او بالطريقه ديت، مع مسافات للتسديدات برضو اللعيب بتلاقيه جاي من الوينج ويضم لجوه لداخل الملعب ويشوط، وعندك المساحه ديت، المسافه اللي هي ورا مركز 6 وقدام المدافعين، حصل اكتر من اختراق وفريق ضعيف انت بتلعبه. في مشكله ظاهره وواضحه. عبد المنعم تاثيره للدرجه دي؟ ما اعتقدش للدرجه دي. عبد المنعم في جزء خططي محتاج يتظبط لمنتخب مصر للفتره اللي جايه. في المجمل ونقول اداء ممتاز جدا هجوميا لمنتخب مصر، مش احسن اداء دفاعيا. الباكات عندنا دفاعيا مش احسن اداء، المساكين بنفس الدرجه، الربط ما بين خط الوسط الدفاعي والمدافعين بتوعنا في خلل محتاجين نركز عليه الفتره الجايه، وكلنا شفنا الكلام ده في الشوط الثاني. طيب ايه المفاجاتين او الصدمتين اللي موجودين بالنسبه لنادي الزمالك والنادي الاهلي؟ خلينا نبتدي مع النادي الاهلي. اولا النادي الاهلي ممكن هيصدم جماهيره بحاجه كل الناس هتتصدم فيها. اولا احنا في اعلان الطوارئ خلاص، يعني احنا في اعلان الطوارئ بالنسبه للسوبر. ليه بالنسبه للسوبر اعلان الطوارئ؟ بكل اختصار ان فاضل 48 ساعه، واللعيب اللي مش هيجي في الفتره ديت مش هيلعب السوبر الافريقي اللي جاي. افاجئك بقى، النادي الاهلي احتمال يقفل سوق انتقالاته على كده. ايه؟ نادي الاهلي احتمال يقفل سوق انتقالاته على كده، وما يتعاقدش من لعيبه محليين ولا لعيبه اجانب. هينتظر ليناير القادم لتدعيم الصفقات معينه اللي هي الصفقات القويه زي بن رمضان وخلافه، اللعيبه اللي هتبقى مكلفه هيتعاقد معاها في يناير في وسط الموسم عشان يحضر بيهم للنص الثاني من الموسم اللي هو الجزء اللي هيبقى داخل بقى فيه كاس العالم للانديه وادوار النهائيه من دوري ابطال افريقيا والكلام اللي احنا عارفينه. واحتمال يقفل الموسم على كده وارد، ممكن لو الامور ضغطت يبقى في صفقه محليه. بخلاف ده النادي الاهلي هيقفل انتقالاته على كده.
طب دي كل اخبار النادي الاهلي؟ لا، اشرف داري هيخضع للكشف الطبي، وغالبا بنسبه كبيره مش هيسافر كينيا، وماتش جورماهيا ماتش الذهاب للنادي الاهلي يوم 15 اللي جاي. فانت كده اصابه اشرف داري في اربطه الركبه، فبالتالي الراجل مش هيقعد لبرنامج تاهيلي وعلاجي، ومش هيلعب ويشارك مع النادي الاهلي في المباراه القادمه جورماهيا مبدئيا، وممكن كمان يمتد الموضوع للعوده. بس ان شاء الله يلحق السوبر باذن الله ويلعب مع النادي الاهلي. طيب، ايه صدمات نادي الزمالك؟ نادي الزمالك اولا، يعني قبل ما اقول لك الصدمات، نادي الزمالك دلوقتي اتحرك في صفقه لعيب اسمه مودي بارو دوت، كان جناح الاهلي جده السعودي وفسخ عقده معاه، والنادي الزمالك ابتدى يعني يضغط التفاوض معاه. لعيب وينج مهاري بيلعب في منتخب جامبيا، لعيب كويس بدنيا وقويا، عمره 31 سنه. طيب ليه نادي الزمالك يكلم لعيب على المركز ده بالذات؟ باختصار، عشان الصدمه. صفقه بوبنزا بعد يعني بقصتها باختصار بقى التفصيليه، خلينا اقولها لكم ببساطه. بوبنزا كان بيتفاوض معاه احمد يحيى، ده وكيل سابق لبوبنزا، مش هو الوكيل الفعلي بتاعه. بعد ما تفاوض وخلص كل حاجه مع بوبنزا طلب من ما يعلنوش بشكل رسمي ان في وكاله عايز تعامل يبقى مباشر مع النادي، وبلا بلا بلا وكلام دوشه كتير. اتضح في الامر ان بوبنزا في شركه ماضي معاها في فرنسا، وهي الوكيل الحصري ليه، واحمد يحيى مش وكيل ولا حاجه. فالامور دلوقتي الوكيل ظهر وابتدى يضغط على نادي الزمالك، وعايز يتفاوض من الصفر في الامور الماليه، وعايز عموله ليه، ووكيل او شركه وكاله فرنسيه قويه عندهم جيرمي فيرترو، لعيب بمنتخب فرنسا الدولي ولعيب مارسيليا السابق وروما، واللي هم لسه مودينه نادي اولمبيك ليون الفرنسي. عندهم اكتر من لعيب. فدي كارثه بوبنزا حط فيها نفسه وحط فيها نادي الزمالك. نادي الزمالك هيبقى عنده تو اوبشنز، ما فيهمش ثالث. يا اما اللاعب يعني هيتفاوض تاني، ما عندوش مشكله، بس يتفاوض في ضمن الفريم والنطاق اللي هو حطه وحدده، ويقفل الموضوع على كده وبوبنزا يجي. يا اما نادي الزمالك مش هيقدر او هيعترض على الصفقات، وبالبطاقه الدوليه هيشتكي اللاعب، وبوبنزا في الحاله ديت مش هيحق له انه ينضم لاي نادي، وممكن نادي الزمالك ياخد تعويض كمان من اللاعب بعد توقيعه العقود المبدئيه ووصول البطاقه الدوليه للاعب. بوبنزا حط نفسه في خانه اليك، لا هو عارف يروح نادي الزمالك ولا هو عارف يرفض بسبب الوكيل بتاعه. فالامور متلخبطه وصعبه جدا، في صدمه قويه في لعيب سوبر قوي، بس المنتاليتي بتاعته شكلها مش احسن حاجه. فهو دخلوا دلوقتي في مودي بارو، يعني بيسعوا ان هم يتمموا الصفقه. نادي الزمالك حرفيا في غرفه مغلقه وغرفه اجتماعات، عايزين يلموا اكبر عدد من الصفقات قبل ال 48 ساعه ما يقفلوا، عشان يبقوا جاهزين للسوبر الافريقي، لان نادي الزمالك يعشم وبقوه ان هو ياخد السوبر من النادي الاهلي، فبالتالي يقول ان هو الاقوى افريقيا، ويرد بوضع ما معين ان هو بيقول انا كسبت بطل دوري الابطال فانا الاقوى، يعني عايز يقول كده ويصالح جماهيره باهم ماتش هيكون في الموسم كله، سواء السنه اللي فاتت والسنه دي، ماتش الاهلي والزمالك في السوبر الافريقي، مش في السوبر المصري ولا في اي بطوله محليه. ماتش ليه وزنه عند جماهير نادي الزمالك بطريقه مش طبيعيه، يعني مستنيينه، والنادي الزمالك بيتصرف والداعمين بيتصرفوا وكل حاجه عشان نادي الزمالك عايز يقول انا موجود. على النطاق نادي الاهلي فيه استقراريه واريحيه مش طبيعيه. نادي الاهلي عارف قوته، عارف قوه لعيبته، نادي خلينا نقول شبعان بطولات، فما عندوش الضغط والبريشر اللي عند نادي الزمالك. باختصار النادي الاهلي داخل مرتاح. ما كملت الصفقات دلوقتي، انا عندي لعيبه قويه واقوى لعيبه في مصر اصلا، فريقي متكامل، لعيبه حافظه بعضها، عندي لعيبه تتوظف في اكتر من مركز. فنادي الاهلي ما عندوش الضغط، هو جماهير نادي الاهلي هي اللي عندها الضغط، او هي اللي بتضغط عشان انت عايز تشوف صفقات قويه، مش مستحمله ان اي نادي تاني بيراميدز الزمالك او خلافه، حتى نادي الوداد يتعاقد مع مباين يانج، النادي الوداد المنافس الرئيسي في دوري ابطال افريقيا للنادي الاهلي، والفريق القوي اللي بيدربه مكوينا المدرب السابق لصن داونز، يتعاقد مع مباين يانج المهاجم السابق لاس ميلان وامبولي الايطالي، ويلعب في الدوري التركي، ومهاجم قوي جدا 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 جدا، ومهاجم منتخب السنغال، بيلعب وينج، بيلعب راس حربه. بنتكلم في لعيب متر 88 سم، دبابه وسريع وبرجله واسع، مهاجم قوي جدا، هيفرق مع نادي الوداد والشكل العام لنادي الوداد في الفتره القادمه. فانت الفرق كلها بتدعم بقوه، الترجي دعم، الانديه كلها بتدعم. فالنادي الاهلي جماهيره سخنه على النادي الاهلي، او يعني دمها حامي طول عمرها، فبتدور على الافاده، وان النادي الاهلي ما يقتربش منه نادي، ولا في انتقالات ولا في بطولات. يعني المنافسه بالنسبه لجماهير الاهلي هي منافسه في كل حاجه، حتى لو انا فريق قوي جدا واقوى فريق في افريقيا، بس لازم انافس الصفقات، لازم انافس على البطولات. روح المنافسه مزروعه في جماهير النادي الاهلي، فبالتالي مش هتنتهي. فالامور هتفضل كده، التنافسيه مبدا عند جماهير النادي الاهلي مش هتخطر.
الفكره كلها باختصار، هل كابتن محمود الخطيب يصالح الجماهير في ال 48 ساعه بصفقه قويه ويعني يضغط على الميزانيه عنده او التفاصيل عنده ويخلص صفقه قويه يصالح بيها الجماهير؟ مش ده الاقرب، بس الحاجه دي لو تمت هتبقى مفاجاه قويه جدا، لان النادي الاهلي رسميا زي ما قلت لكم خلاص كده انهى سوق الانتقالات بتاعته بالنسبه لمباراه السوبر. ما يستجد في بعد ذلك لسه هنشوف، انما بالنسبه لمباراه السوبر اللي جاي لغايه يوم 12 النادي الاهلي قفل الميركاتو بتاعه. في نهايه الحلقه اتمنى الفيديو يكون عجبكم. مبروك مره ثانيه لمنتخب مصر ومو صلاح اللي حقق الارقام القياسيه، المباراه رقميه للمنتخب 58 هدف، ثاني الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر بعد الكابتن حسام حسن ب 68 هدف ومحمد صلاح 58 هدف. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير، ولو انت مش مشترك في القناه اشترك عشان يوصلك كل جديد. كنتم مع استوديو الكوره، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.